عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف عملنا البيتزا الحلوة دي ازاي. عملنا 52 بيتزاية ميني بيتزا. ممكن تعملي اكتر لو صغرتي حجم العجينة شوية. يلا نشوف عملناها ازاي ونشوف كل حاجة. هي سهلة وبسيطة ويعتبر اقتصادية الى حد ما. معايا 1.5 كيلو دقيق. دقيق اللي هو انا جايبه دقيق سايب متعدد الاستخدام عادي خالص. حطيت عليه معلقتين صغيرين سكر او معلقه كبيره سكر وذره ملح ربع معلقه كده وباكيتين خميره. الباكيت 11 جرام تقريبا. وهحط معلقه كبيره بيكنج باودر. قلب المكونات الجافه دي كلها مع بعض. نكمل مع بعض بقيه العجينه. سهله وسريعه وحلوه. ممكن تبدلي ممكن تشيلي الزبادي، ممكن تشيلي اللبن وتعمليها بميه بس انا كنت عايزاها اعلى القيمه الغذائيه بتاعتها شويه، فحطيت كوبايتين زبادي. ممكن تستغني عنهم خالص. وهحط معاها كوبايه لبن واحده بس، وهعمل بميه عادي خالص. هكمل العجن بميه. هنا معايا كوبايه ميه من الحنفيه عادي خالص خالص. كده كده الجو حر، وبحس لما بعملها في الحر الخميره بتبوظ. وحطيت عليها كوبايه ميه وكوبايه لبن وكيسين المايونيز. دي المايونيز في العجينه بيخليها طريه وهشه وحلوه جدا، احسن من الزبادي كمان. فيها حلو جدا في في اي معجنات عموما، مش البيتزا بس، اي معجنات عموما حطي فيها معلقه مايونيز. هنا دي 3 كوبايه اهو. هو هياخد معايا 3 كوبايات ونص بالظبط ميه. انا حطيت 1 لبن و2 ميه، 2.5 ميه. وفضلت اعجن. الدقيق بتاعك ممكن ياخد 3 وربع، 3.5، على حسب الدقيق وعلى حسب هو بيشرب السوائل ولا لا. فضلت اعجن فيها حوالي بتاع 10 دقايق. نزلتها على الرخامه وفضلت اعجن فيها كده. هحط عليها دلوقتي شويه زيت وهعجنها كمان. بعد ما احط فيها شويه زيت هعجنها. بعد كده بقى ايه، احطها في طبق، احط عليها شويه زيت وسيبتها تخمر. اول ما خمرت قطعتها. ممكن تعمل معاكي العجينه دي، تعمل معاكي من 75 ل80 بيتزايه. لو انت صغرت الحجم شويه هتعمل معاكي الرقم ده. لكن انا عشان كنت عاملاها ميني بيتزا، مش كبيره قوي مش صغيره قوي، حلوه كده، فعلى حجم الغطا اللي عندي. هنا بعد ما خمرت بقى، اهم حاجه نجاح العجينه في الخمر. سبتها حوالي ساعه. هنا قطعت منها اجزاء كده، فردتها، متخليهاش تخينه قوي ولا رقيقه قوي، حاجه بسيطه كده. عشان هي كده كده بتختمر تاني فبتنفش، عشان ما تبقاش عامله زي القرص، فهماني. معايا غطا برطمان عادي، ممكن يبقى غطا اصغر من ده شويه. هيعمل معاكي عدد كبير جدا. انا عملت معايا 52 واحده، كانت حلوه حلوه حلوه، هتعجبك جدا. والعجينه العجينه لوحدها اصلا مغذيه، فيها لبن وزبادي هنا بقى جبت صينيه دهنتها رشه زيت بسيطه وحطيت فيها. هخرم بقى بالشوكه كده عشان لما تيجي تخمر وهي في الفرن، بتستوي، ما تبقاش عاليه، تهبط. كل ما تخمر الخرام دي تهبطها اللي في الشوكه. هنا دي صلصه البيتزا عملتها. حطيت صلصه طماطم وحطيت عليها كاتشب وشويه، كيس صلصه اللي هي المعلبه دي، وحطيت عليها زعتر وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه توم باودر وبصل باودر والملح بس، وسنه خل بس كده. ما بحطش عليها اي حاجه تاني. وسبتها لحد ما اتسبكت كده وبس. هنا بقى بعملها اقتصاديه. حطيت فلفل الوان وزيتون، وهعملها بجبنه، وهعمل شويه باللانشون بس كده. معايا بواقي لانشون اهو، احطه هنا كده واحطه فوق شويه جبنه، والباقي ما هعمله بجبنه بس. حلوه واقتصاديه الى حد ما وسهله. تقدري تعمليها لولادك يفطروا بيها، يتعشوا بيها في لانش بوكس. لو ولادك مش بيحبوا السندوتشات الفينو وكده، تقدري تعمليها. حلوة واقتصادية وسهلة وسريعة.
وبس كده، وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.